نظف فصلك حوش مدرستك، يلا ننظف كل مكان لازم تفهم. محافظة الدقهلية من 3 سنين، من قبل حتى ما يبقى كوب توريد 7 عندنا في مصر، فمحافظة الدقهلية استهدفت ان هي تحد من انبعاث الغازات الدفيئة الناتجة عن المتنقلات البرية. التخلص العشوائي منها او التخلص السلبي منها تأثيراته على البيئة تساوي تأثيرات قطاع الصناعة كله. كان لازم يكون في تدخل، ان احنا المحافظة بتاعتنا كانت من المحافظات اللي سبقت في الموضوع ده. وساكنة فيا مصر. كنا بنشتغل بالتوازي، بنشيل مقالب وبننشئ مصانع زي اللي حضراتكم شايفينه ده. طبعا عندنا مخلفات 3500. المخلفات دي تعتبر مورد، احنا بقى بنهدره. بتطلع في المصانع ملهاش قيمه ومش نافعين نستخدمها، دي اسمها مرفوضات. المرفوضات ده هنوديها فين؟ فعملنا كمان مدخل صحي هندسي لاستقبال المرفوضات تندفن بطريقه امنه بيئيا، بحيث ان ما يبقاش في عندنا اي تاثير. صور من المقالب اللي اتشالت قبل وبعد. المقلب ده يا جماعه لقينا نار جوه المقلب بدات تطلع، فكان التحدي مش ان احنا بنشيل كميات بس، كنا بنشيل نار ولع. تحت المقلب ده، تحت الجبل ده، مصنع تدوير مخلفات كان قديم، وعلشان الممارسات ما كانتش مظبوطه احنا اتدخل ان احنا نعمل مصانع تدوير مخلفات. المصنع صندوق التكلفه بتاعتنا 735 مليون جنيه، الكلام ده كله في 3 سنين. مصر جاية مش حازم. مدخل صحي اللي هو يغطي بقى ايه اللي بيطلع، المرفوضات اللي بتطلع من المصانع، يكون عندنا مكان يستوعب الكلام ده كله. مصر جاية قول معايا وقولها ليا. كمان عملنا مواسير تجمع سائل الرشح اللي هو العصاره وتوديه على حاجه اسمها بحيره التبخير. البحيره منسوبها اعلى من منسوب الخليه، فكون ان الميه طلعت من الخليه وطلعت وصلت للبحيره عندك فوق، فمعنى كده ان ايه، ان السيستم بتاع تجميع سائل العصاره يعمل. اشترينا معدات نظافه بربع مليار، 698 معده طبخ، بدانا نجيبها العربيه دي، وانشانا الاداره المتكامله للمخلفات الصلبه. مصر جاية مصر جاية. الكلام ده كله شلنا مقلب زي ده في 128 يوم بمعدلات نقل 15,000 طن في اليوم. المنظومه عندنا فيها عقبه او بنواجه فيها تحدي، نبدا نشوف احنا مشكلتنا ايه ونحاول نحلها. المصراوية محافظ الدقهلية انشط محافظين مصر شغال على منظومه المخلفات. دي مصر جاية. الحل موجود في المعالجه الميكانيكيه البيولوجيه، بدا يديني العلامه كده. ميكانيكي اللي هو الفلوس اللي شغاله دي، والبيولوجي اللي هو جايب لك رسمه الشجره دي، انا هعمل لك معالجه ميكانيكيه بيولوجيه تحول لك الويست اللي هي المخلفات لقنبله. اعمل اول حاجه وزن للمخلفات، ولكن ممكن تكون جاي لي حته صخره حته ضوء. عندي حاجه اسمها مانوال بري سورتنج اللي هو فرز يدوي، طلع الحاجات اللي موجود زي الادوس ده تحت ده في مكان حاجه تفتح ان الاكياس كلها اتفتحت، علشان المكونات لما تدخل على الخط كل مكنه تشيل الحاجه بتاعتها. بعد كده المخلفات بتدخل عندي على مكان اللي هو استخلاص الماده العضويه، طلعها ونوديها على منطقه المعالجه البيولوجيه، طلعها لجزيئات صغيره بتبقى اسمها موليمر. مش حزينة لا هانية. الكاسمات عضوي حاجات صغيره كده بتنزل على قد بقايا الاكل، ينزل منها بقايا الاكل تتحول لمنطقه المعالجه البيولوجيه. المخلفات بتعدي على مرحله فصل القايمه على اعاده التدوير. اعاده تدوير ليه؟ هل اعاده التدوير حاجه مربحه جدا او حاجه اقتصاديا عاليه جدا؟ الموارد الطبيعيه اللي انا هستهلكها وتوفرها للاجيال اللي جايه، موارد وحققت اللي لها كالوريفيك فاليو، اللي لها طاقه حراريه عاليه، بقوم مدخلها بعد ما خدت المفروزات منها اللي هيعاد تدويرها، وبعد ما خدت الماده العضويه اللي هعملها في مصفوفات واعملها سماد عضوي، وبعد ما اخدت الحاجات اللي هتروح المدفن، الريجكت اللي هيروح المدفن، بقيه المخلفات اللي هي الخفيفه اللي زي البلاستيك، اكياس البلاستيك اللي اتفتحت واتقطعت، دي حاجات محتواها الحراري عالي. اللي هي قد تكون ملوثات اللي سببها مثلا ان انا لحضراتكم الخف، علشان وانتوا راجعين البيت ما يحصلش ان انتوا تاخدوا حاجه من عندنا ترجعوها البيت تاني. نحاول بقدر الامكان ان احنا نلتزم بخط السير اللي هيكون معانا الاستاذ احمد هيمشي قدامنا علشان يورينا خط السير، وهيبقى مصاحب الكبير بتاعنا في معالجه وتدوير المخلفات الصلبه ومهندس الوضع عبد الحميد. الله يحفظه. ومعالجه وتخلص، بدايه المعالجه وتخلص الميزان قبل ما تدخل لازم يبقى في معيار، هتلاقي ان المخلفات دي تزيد معاك. تمام؟ طالما وزننا هنا هنبدا نتحرك بالمخلفات بتاعتنا على منطقه ميزان يتوزنوا، وبعدين اول حاجه ندخل على الاستقبال، بانيو
بلاقي كسر بلاقي دخلتها على المعدات بتاعتي فانا بدمرها. هيبدا بتفتيح الاكياس ان انا بفصل الماده العضويه تحت منها. طبعا عندي رئتين برضو في الجسم ان انا اروح داخل على البلاور، بروح داخل على وحده الفصل بالهواء، اروح مطلع كل ما هو خفيف ياخد اتجاه وكل ما هو تقيل ياخد اتجاه. كل لسان لازم تفهم، لازم تعرف ان نظافتك من الايمان، تفهم لازم تعرف ان نظافتك لك عنوان، وان الشارع زي البيت وانت عن الاتنين مسؤول. يلا ننضف كل مكان، لازم تفهم لازم. اسمي وائل المتولي الصاوي، مدير امن المشروع في الدقهليه. عبده محمدين، مدير عام شؤون البيئه والمخلفات الصلبه في الدقهليه. رضا عبد الحميد سيد، اهلا وسهلا. انا مدير العمليات في الشركه المصريه. مش ضعيفة لا عافية، مصر جاي. دي بقى السماد العضوي. ننقل الماده العضويه اهي علشان بعد كده ناخدها ننقلها على المكان بتاع التخمر ونبدا نشتغل عليها عشان تبقى سماد في الاخر. املا كل الدنيا دي، مصر جاية مش فقيرة لا غنية. هي دي اللي انا بدخل بيها الاكسجين من الماده العضويه، هي اللي بعمل بيها تشكيك للارض. كل ما اشيل منه الميه كل ما حسن الخواص بتاعته وجودته في الحرق. الناتج النهائي للماده العضويه دي الماده العضويه اللي بتخرج في الاول وبعدين بتتحول بعد التقليب، بتتحول للسماد ده بيخش على الخط الانتاجي اللي هناك عشان ننقيه من الازاز او الزلط او الطوب او الحاجات عشان يخرج ماده سماد نقي من غير الحاجات الصلبه اللي فيه. بيستخدم في الزراعه. في الزراعه المناطق الصحراويه. هي حباية هي مصر جاية، مصر جاية، مصر جاية مش فقيرة لا غنية. بالحبايب